بعيدا عن المدعكه اللي شغاله في افريقيا، الماتش الجامد جدا بين نيجيريا وتونس، الاهلي بيفاجئنا وبيفاجئ جماهيره وبيخسر من مصرية الاتصالات 2-1، ويودع كاس مصر من دور ال 32 ويريح نفسه ويريحنا. يعني المباراه دي، يعني الواد اشرف داري اترقص ترقيصه والله العظيم ما يترقصها ناشئ. احمد عيب بتاع المصريه خدوا يمين وخدوا شمال وخدوا يمين وخدوا شمال، لولا ستر ربنا الكره دي كانت راحت في الجول. اشرف داري بالمناسبه طالب 2 مليون دولار من النادي الاهلي عشان يفسخ عقده، اللي هو يعني انا ما شفتش اشرف داري بيلعب كتير اصلا مع الاهلي، ده طول الوقت بيتعالج. يعني دي الصفقات اللي جابها الاهلي، بجانب ان منه لله الشخص اللي وصل حمزه عبد الكريم ان برشلونه مهتمه بالتعاقد معاه. طب انا نفسي اسال السؤال للشخص اللي اتكلم في الموضوع ده او سبب ازمه للاعب نفسيه. حمزه عبد الكريم ما بيلعبش مع الاهلي فيرست تيم، برشلونه هيتعاقد معاه ازاي؟ انتوا بتضحكوا على الولد. والله العظيم منه لله اللي سبب خبر زي كده، انت اذيت الولد قبل اي حد. ناشئين الاهلي النهارده امثال حسين الشحات وجراديشار ومحمد شريف وياسين مرعي بيخسروا من فرقه درجه تانية. يعني امال هنتكلم هنقول ايه على لعيبه الزمالك؟ اللعيبه اللي ما بتاخدش فلوس ولا بتاخد اي حاجه ولا عندها اي امتيازات، مش هقدر اطلب منه انه يكسب بكره الميلاديه. ما هي الناس المستقره ماليا وماديا ونفسيا ومعنويا بيخسروا وبيشيلوا وبيخرجوا. الاهلي بقاله نسختين ما بيشاركش في كاس مصر، ويوم ما قرر يشارك بيخسر.